السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الغريبة الناعمة. بسم الله ما شاء الله، شايفين بتدوب في البق ما شاء الله، جميلة جدا جدا. عايزة اقول لكم بقى حاجة مفيش اجمل من كده. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا عملنا الغريبة بتاعتنا الجميلة دي ازاي. مكونات الغريبة بتاعتي سهلة وبسيطة جدا. احنا عندي 4 كوبايات من الدقيق، معاهم كوبايتين من السمنة، كوباية من السكر البودرة، طبعا الدقيق منخول والسكر منخول، يعني من كل حاجة نص الكمية. 4 2 1. اول حاجة هعملها هنجيب الكبة بتاعتي وهحط فيها السمنة. هضرب السمنة الاول مع السكر، هضربها لمدة 15 دقيقة علشان كل ما هتضربيها وقت اطول كل ما هتديكي نتيجة احلى، ولون الغريبة بتاعك يبقى لونها ابيض وفاتح وجميل. لازم السمنة تاخد معانا اللون الكريمي زي كده الكريم شانتيه بالظبط. هحط كوباية السكر وهبتدي اشغل الكبة بتاعتي وهضربهم بقى كويس جدا. بعد ما ضربنا السمنه والسكر كده مع بعض وبقى اللون والقوام كريمي كده زي ما احنا شايفين، هنبتدي بقى ننزل بالدقيق بتاعنا. هنزل بنص الكميه بتاعتي وهسيب زي نص كوبايه كده. هقلب بالراحه. طبعا الغريبه احنا بس عايزين نلمها مش نعجنها. وبعد كده بقى هبتدي اعمل بايدي، المها بايدي. هحط الكميه التانية من الدقيق كده. انا استخدمت ال4 كوبايات بالظبط. بعد ما لميت العجينه بايدي هنبتدي بقى نختبر العجينه بتاعتنا. عجينه الغريبه لازم تكون بتلزق في ايدك سنه كده عشان تضمني انها كده سليمه. طالما كده ما شققتش معاكي تبقى هي كده العجينه ما شاء الله مظبوطه. هنسيبها بقى في التلاجة تريح ربع ساعه بالظبط وهنطلعها نبتدي نشتغل فيها. بعد ما سبت العجينه بتاعتي ريحت الغريبه بتاعتي في التلاجة ربع ساعه، هنبتدي بقى نشكلها مع بعض. هنعملها كور كده صغيره، تحاوليش تكبريها قوي علشان خاطر لما تدخليها الفرن ما تفرش قوي معاكي. وهنبتدي نرص في الصينيه بتاعتنا. بس قبل ما تدخليها الفرن لازم تجربي واحده الاول تختبريها كده تشوفيها ايه. كده يا حبايبي بالشكل ده، الحجم ده كده حلو قوي، مش اكبر من كده. وهنبتدي بقى نرص في الصينيه بتاعتنا. هنخلصها بقى كلها وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بعد ما خلصت كده الصينيه دي هاخد بقى نص الكميه بتاعه الغريبه اللي فاضله عندي، هديها لون تاني، هحط عليها لون طعام اصفر. انا هشكلها لونين. كده ابتدينا نعمل في الصينيه التانية اللون التاني اللي انا عملته. انا حابه اعمل لونين زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، العجينه حلوه جدا معايا عشان سبتها في التلاجة ربع ساعه تريح شويه. هنكملها برضو الصينيه ديت ونرجع لكم تاني واحنا بنزينها بقى، اوريكم شكلها عامل ازاي. هنبتدي بقى نزين الغريبه بتاعتنا. وزي ما قلت لكم لازم تجربوا واحده الاول قبل ما تدخلوها الفرن. بعد خلاص ما خلصت الصينيه دي هجيب بقى الصينيه التانية هديها برضو شكل تاني.
رسمة قلب كده شكلها حلو. انا حطيت اللون الاحمر على الابيض عشان يبان. طبعا يا حبايبي زي ما احنا عارفين الغريبة ما بتاخدش سوا خالص كتير في الفرن. احنا هندخلها على الشبكة في النص، هنشغلها على درجة حرارة عالية لمدة دقيقتين، وبعد كده هنهدي عليها النار خالص لمدة 3 دقايق بالظبط. طبعا هي ما بتاخدش تسوية كتير عشان لو سبتيها كتير في الفرن هتنشف منك. بصي يا حبايبي انا كده خلاص طلعت الغريبة بتاعتي من الفرن. هي بتاخد حوالي من 5 ل8 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده عشان ما تنشفش منك. وطبعا زي ما انتوا شايفين الغريبة بتاعتي ما فرشتش خالص معايا، علشان المكونات بتاعتي مظبوطة، وعلشان سبت العجينة بتاعتنا في التلاجة ربع ساعة قبل ما ابتدي اقطعها. وزي ما انتوا عارفين طبعا الغريبة حبايب قلبي بيبقى الوش بتاعها زي قعرها بالظبط، ما بتاخدش لون وما بتاخدش طبعا زي ما قلت لكم سوا كتير. شايفين بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. طبعا احنا بنسيبها لما تبرد تماما وبعدين بنبتدي نشيلها. لو شلتيها وهي نية هتحسي ان هي معجنة في ايدك، هتسيبيها تبرد هتبقى جميلة ومتماسكة معاكي وزي الفل. نبتدي بقى نرصها في الطبق بتاعنا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وبكده يا حبايبي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. انتظروني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم نورة وليد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.